تحليل السيولة عملي. أنا شرحت لك الحلقة اللي فاتت النظري الخاص بالبروسون بي. طيب أنا في المعمل التقرير بتاع السيولة بيكون فيه 4 قيم مهمين جدا. البروسون بين روبرت، بيكون فيه البروسون بين تايم، وفي الكنترول، وفي الاكتيفيتي، وفي الاي ان ار. انا هشرح لك كل ده بالتفصيل الممل. حلقة النهارده هشرح لك فيها بروسون بين تايم، الكنترول، الاكتيفيتي، والحلقة الجاية هنشرح فيها الاي ان ار بالتفصيل الممل. اولا البروسون بين تايم ده انا بشتغله في المعمل عندي، بسحب عينة الدم وبشتغله يا اما مانيوال يا اما اوتوماتيك او على جهاز. تمام. طيب النورمال بتاعي من 11 ل 16 ثانية. جميل كده، نركز مع بعض. طيب ندخل بقى على المهم، الكنترول. قالك الكنترول ده مهم جدا لضبط الجودة، والكل تحليل كنترول، ولكن انا عندي في تحليل البروسون بين اكتر من طريقة احصل بيها على الكنترول، فركز معايا لان الكلام ده مهم جدا. الطريقة الاولى اللي بحصل بيها على كنترول البروسون بين قالك بتتم على 3 خطوات. الخطوة الاولى اني اجمع حوالي 20 فرد، ميل وفيميل، ويكون عمرهم من 18 ل 40 سنة، واهم حاجة يكونوا اصحاء خاليين من اي مرض. وبعد كده هسحب 20 عينة لل20 فرد. تمام. واشتغل ال20 عينة واخد المتوسط بتاعي، وليكن المتوسط طلع 12، يبقى انا هنا الكنترول بتاعي 12. ممكن اقف لحد هنا. قالك لا، كمل بقى واعمل حاجة ادق، اعمل البوليت بلازما. يعني ايه؟ قالك ال20 عينة اللي انت سحبتهم دول هتجيب انبوبة فاضية وتاخد من كل عينة 100 مايكرون من البلازما، وتخلط البلازما بتاعت ال20 عينة على بعض وتشتغل منهم تحليل البروسون بي. النتيجة مثلا هتطلع معاك 13. تمام كده. طيب تاخد بقى القراية بتاعت اول خطوة انت عملتها اللي كانت 12 وتجمعها على قراية البوليت بلازما اللي هي 13 وتقسم على 2، يبقى انت الكنترول بتاعك 12 ونص. كده انا عملت الكنترول بتاع البروسون بي. احنا مش هنقدر نجيب 20 شخص، فممكن نكتفي من 3 ل 5 اشخاص واطبق نفس الفكرة. اقول لك على حاجة حلوة قوي، ممكن تاخد اقل قراية عندك واعلى قراية عندك وتكون دي النورمال بتاع البروسون بين بتاعك. يعني مثلا اقل قراية في ال20 شخص كانت 9 ثواني، واعلى قراية كانت 13 ثانية، يبقى النورمال بتاعك من 9 ل 13. وطبعا الافضل ان انت تمشي على النورمال اللي موجود في الكيت اللي انت شغال بيها. الطريقة التانية ان بيكون عندي كنترول جاهز في المعمل، بشتريه من اي مكتب مستلزمات وبشتغل عليه، والكنترول بيكون لي قيمة معينة وبناء عليه بقدر اكمل بقية شغلي. وطبعا دي طريقة افضل واسهل طبعا من الطريقة الاولى. الصورة اللي قدامك دي بتوضح الكنترول الخاص بالبروسون بي. ثالثا الاكتيفيتي او الكونسنتريشن. تمام. تعال اعرفها لك بكل بساطة. قالك هي النسبة المئوية لنشاط عوامل التجلط للمسار الخارجي الاكسترينسيك باسواي مقارنة بالشخص السليم اللي عوامل التجلط فيه اكتيفيتي 100%. تعال افكرك بعوامل تجلط المسار الخارجي: فاكتور 10، فاكتور 5، فاكتور 7، واخيرا البروثرومبين والفايبرينوجين. تمام. طيب ممكن اقول لك تعريف تاني ليها ابسط، هو مقياس كفاءة عوامل التجلط الخاصة بالاكسترينسيك باسواي. جميل. لازم تعرف ان الاكتيفيتي دي مرتبطة جدا بالكنترول، وليها طريقتين في الحساب. الطريقة الاولى بيكون جدول جاي مع الكيتس مكتوب فيه التايم والكنترول والاكتيفيتي والاي ان ار، زي مثلا الجدول اللي قدامك، التايم 13، الاكتيفيتي 100%، الاي ان ار بتاعتك 1. طب لو التايم 15 32 يبقى الاكتيفيتي 75، يبقى الاي ان ار بتاعتك 1 28، وهكذا. تمام. الطريقة التانية
وهي طريقة حسابية بتعتمد على التخفيف، الطريقة اللي منها اتعمل الجدول اللي انا لسه شرحه لك. ركز معايا فيها قوي بقى. انا دلوقتي عندي شخص سليم، تمام؟ يعني الكنترول تايم بتاعه مثلا 13 والبروثرومبين تايم بتاعه 13، تمام؟ هجيب السامبل بتاعت الشخص ده واعمل ليها تخفيف. ركز بقى معايا، هو الراجل ده البروثرومبين تايم بتاعه 13 والكنترول 13 والاكتيفيتي 100%، هو سليم 100%، تمام؟ طيب لما اعمل تخفيف واحد لواحد يعني اخد النص، قال لك الاكتيفيتي هتبقى 50%. اشتغل العينة واحسب التايم بتاعي وليكن 18، يبقى التايم 18 الكنترول 13 الاكتيفيتي 50%. طب لما اعمل تخفيف لربع، قال لك هنا هيكون الاكتيفيتي 25، اشتغل التايم وليكن 24 مثلا، يبقى التايم بتاعي 24 الكنترول 13 الاكتيفيتي 25، وهكذا. دي الطريقة اللي اتعمل بيها جدول البروثرومبين. اهم جزء في حلقة النهاردة ملاحظات في تحليل البروثرومبين. ركز معايا قوي. الانتي كواجولانت اللي انا هستخدمه او مانع التجلط اللي هستخدمه هو الصوديوم سيتريت. النسبة بتاعتي بتكون 1:9، يعني هتسحب قد ايه دم وقد ايه صوديوم سيتريت؟ قالك 1800 مايكرون من البلاد على 200 مايكرون من الصوديوم سيتريت. طب ليه بستخدم صوديوم سيتريت في تحليل السيولة؟ قالك لانه بيكون مركب ضعيف مع الكالسيوم، عكس الإيديتا اللي بتمسك الكالسيوم وبتكون مركب قوي جدا. وكمان الصوديوم ستريت بيكون مركب عكسي، بمعنى ان لو ضفت كالسيوم من بره التفاعل يرجع يشتغل تاني. وده اللي بيحصل بالظبط مع تحليل البروثرومبين والبي تي تي، لان الريجنت بتاعتي بتتكون من فوسفوليبيد وكالسيوم ايونايزد وتيشو فاكتور، تمام؟ طيب ناس تقول لك انا ممكن اسحب كميه السيوله اقل شويه او اعلى شويه. قال لك لا، لازم العينه تكون بالظبط 1800 مايكرون دم على 200 مايكرون صوديوم ستريت اللي هو تخفيف 1:9. لو العينه بتاعتي قلت عن كده هيحصل ليا برولونجد بي تي، يعني هيزيد وقت البروثرومبين، تمام؟ ركز بقى في الحته اللي جايه دي. انا عندي مريض عنده مرض اسمه البوليسايسيميا، وده بيتميز بارتفاع الاربسيس، بتكون عنده كتير جدا، والهيماتوكريت بتاعي بيبقى 55 وانت طالع لفوق. هنا لو جيت حطيت الدم زي ما قلنا بنسبة 1:9، التحليل مش هيبقى مظبوط. ليه؟ قالك لان الاربسيس كتيرة جدا، فهتفصل لي كمية بلازما قليلة جدا اقل من الطبيعي، وبالتالي مش هتستخدم كمية مانع التجلط اللي انا ضفتها كلها، وده هيسبب ليا prolonged time. ليه؟ لان المحلول فيه كالسيوم، ومانع التجلط هدفه انه يوقف الكالسيوم، ولما مانع التجلط يشوف الكالسيوم في المحلول هيتفاعل معاه ومش هيسيبه يدخل في التفاعل او في التحليل ويكون ليا الجلطة، فيزيد عندي البروثرومبين تايم. الحل ايه؟ قالك الحل انك تعمل كوركشن، المعادلة اللي قدامك دي تطبقها بالظبط عشان تشوف انت هتستخدم كمية انتي كواجولانت قد ايه. تعال افسرها لك. الاتش قالك ده البيشنت هيماتوكريت، اما السي قالك ده كمية الانتي كواجولانت اللي انت هتستخدمها، والفي حجم الدم اللي انا هستخدمه. يعني لو عاوز اسحب 2 مللي دم لمريض الهيماتوكريت بتاعه 65%، بعد ما تطبق المعادلة دي هتلاقي نفسك بتستخدم 130 مايكروليتر من الانتي كواجولانت. اخيرا الجدول اللي قدامي ده زي اللي انا كنت رسمه لك من شوية، بيقول لك التايم والاي ان ار والاكتيفيتي. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل البروثرومبين، حلقة في غاية الخطورة. الحلقة الجاية هعمل انتربريتيشن لتفسير النتائج وهشرح الاي ان ار بالتفصيل الممل. هستنى رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتس بإذن الله، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أناليسيس. باي.